تولتي جنة مخلوقا وجولي فكيسنا تنافونتي ربي في مخلوق نغرتي أداد وان غرتي خالق في مخلوق نوان غرتي ولتندي عنف فرارا من التشبيه مخلوقا وجولي فكيسو ربورا تنافو أرشينا تولنتان هايا فيلزم جان أن يكون سبحانه وتعالى شبيها بالمخلوق ربنا أرشينا تولتي يو ينه مخلوقا وجولي فكيسنه تنافو مال قوتره إذا جلس على الكرسي أو نحو ذلك يو كرسي رتاي نمني مخلوق ني كرسي ركزيتاي سرير ركزيتاي أما ربنا كان ركزي نكم دبينتو أرشيرتو للتاني أجنو مال قوتره فصاروا إلى التأويل معنى بلا تفسير بلا كننا في جان مال قوتره معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى الرجاء إلى لبدو بمعنى استولى هي كان استولى توقفت إسانيتو إتيو ما بيكدو ربي استوى جيمي استوى زم بمعنى استولى هاي أبو استولى كان دوبايزين إيسا في الدم أيو كان فسر قرآن كل لغة عربات بوه عربا كيس نمني استولى كان فسر جرا أولا جواب ديبسا استوى بمعنى استولى اتقسين غنا آية فينا غنا حديث فينا سيغلي غنا تك تاتلين غورا خيتي سر دغيس سر سيغسين توغوسا آية تكفى استوى بمعنى استولى أن اللغة لا تساعدهم لغان عربا إسان انقرقارتو على هذا التأويل فالاستواء في لسان العرب أفان عربات استواء يجون ويراد به العلو والارتفاع قلت إنسا أكسب به خارمني وهذا هو المأثور عن أئمة اللغة ورقرتي علماء اللغة ور اللغة قرتي أفان عربا خنا توبي ديكشنري قرتي علمائي ججبدو ديكشنري دچي درانا ديم سيقلي أكسفوردي قرتي أكسفوردي قداسا ديكشنري قدا أكسفوردي ملين جتون ورقرتي لغة عربا خنا تك فتفتي لفخاو معنى لفخاو إسام مالجان ذكر ابن عبد البر عن خليل بن أحمد أنه قال أتيتني الدفيجي أبا ربيعة العربي إسات دفيتي وكان من أعلم من رأيت وكان من أعلم نما كان به من رأيت نمانا أركخ أكا وابيه لغة عربا إساجي فإذا هو على سطح لفو الفولم دو تكرت أوجه سيغلي وان الفولم دو تكرت أوجه سيغلي وان لفو الفولم دو جارمي الفولم تكرت أوجه فإذا هو على سطح قام لغة جولو بيخون فسلمنا السلام عليكم جنين فرد علينا السلام سلامتان رد ديبس وقال لنا وان ننجي استووا جين بكيف الوجلت استووا جين فبقينا متهيرين لما عليتم مكسوات دابنيجي دبين نغلو دي استووا جين فبقينا جمعنا دابن متهيرين دموت عليه ولم ندري ما قال وان نجي بين جان فقال لنا الأعرابي إلى جنبه إناء ساتاو وانجل إنه أمركم أن ترتفعوا أبوكو تاول باي سنجاتو جرابر مالي سنفان بيتن يفان ربا سيقال إنه أمركم أن ترتفعوا قد تاول باي سنجابر والفقود تاول باجا قال الخليل وهو قول الله عز وجل جين ثم استوى إلى السماء بمعنى فصعد إليه البهج آية وروى اللالكاي يجون وراء متى غافني ندوي قرني دبا هجرار دبا فوري خداوي دبا فوري خداوي هجرار ورمانو تسيتي أساو جرغون ورا هجرا قرني صدفا غيس هجرا جدوري زمان بخاري فا غنا بر والسان جان غنا غرتي كيسي غفنا
ليسمعوا وكغرتي دغيانيف قال للاكاي وانجي عن ابي بكرة بن نضر قال كان ابو عبد الله بن العربي جارنا أولا خينياجي وذكر لنا أن ابن أبي داود نوفو ديسي أن ابن أبي داود يكون سأله نقافت أتعرف يا شيخ جين يا نما اللغة عربا قجول بيه أتعرف نبيتات أتعرف العرب أتعرف نبيتي العرب أرمني في اللغة استوى بمعنى استولى أرمني لكيف رجلت أرمني استوى بمعنى استولى نبيته جناني فقال لا أعرف جين إمبين جين إمبين استوى بمعنى استولت أرمني إمبيت قرآن خيسا ونيدو في استوى بك تك غرتي بك استولى جو انجرتو اتنفنا إذن دوبا وانجي دوبا أهل اللغة إيجا سيدوبا وروى أبو العباس وقال الأخفشي وانجي في قول الرحمن على الاشتوان بمعنى على ويقال استويت فوق الدابة استويت فوق الدابة غانجي رتين أولبه استويت فوق الدابة غانجي قبرتين أولبه لغة عربية تكسب بكم وعلى ظهر البيت استويت وعلى ظهر البيت من قبات أولبه أي على أوتوه أولينته سيقول وسئل الخليل خليل جتون نما اللغة كجول لبه هل وجدت في لغتي استواء بمعنى استولى لغة عربية غير تكا أغرتي استوى بمعنى استولى فقال هذا لا تعرفه العرب أبو أرمني ترمبيت ولا هو جائز في لغتها إن دندي أم لغة غير استوى بمعنى استولى يرو بكيزين تلوفتو جراء إرادو بنالالة تسي وقال إمام ابن جرير الطبري والعجب ابن جرير الطبري عالم غرتي تفسيرات تفسير غرتي آباشي سرنا غرتي دبفتو إرادرات تفسير معتزلة لين وري غرتي جامعية لين وري أهل السنة لين تفسير غرتي ابن جرير الطبري قرآن تفسير سا دبسا وقال ابن جرير الطبري وانجا والعجب أجائبه ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويله أي بمعنى تفسير قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع ثم استوى إلى السماء يجون أي العلو والارتفاع كذا فسر ابن جرير الطبري تفسير ابن جرير الطبري هيا وقال إمام القرطبي الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على شيء هذا تفسير القرطبي تفسير قرتي إمام القرطبي كجول له شير قول يابا قد يعنو دوبا فليس في اللغة العرب استواء بمعنى استولى لغة عربية غيزت استواء بمعنى استولى لنجرت ولما ضاقت ويتركت المتكلمين والفلسفين ولا أباشي قبي معتزلة قبي جهمية قبي المدايق ويتركت اخترعوا أمة ما أمة بيتي من شعر بيت الشعر أمة نسبوه للأخطل النصراني قربان سارات وقرتي شيري تنجي مالجي شيري مالجت ليس مشهورا عنه إسر رامو بكمامت قربان نصاراه نجنة بكم ليس مشهورا عنه ولا يوجد في ديوان هذا الشاعر شاعر النصراني قال ما إساقه سنجرته وهو قوله تنجانين قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرق لكيف قد استوى التهجر بشر التهجر على العراق عراق رت التهجر سيقول من غير سيف ودم سيف ملت إني قد نقم ملت إنيا أغروتان تقوت أدرنال سيقول
غرتي اگر سي قطع ترى لا يمن دي اي غبام انديت نو بيغبا انت ياو بقى كلهم بوتا تكدو ادرنال دي تلفزيون تابي ام تكدو ادران يراديو تابي ام تكدو ادران بقى سيغله تكدو ادرنال غافا غرتي درغي غرتي راوني غرتي غرتي سيغله تكدو ادرنال تي في غيسا دبتايچو ودي حوي يي غرتي چرا دبته اما سيغله اما لالا دبشري موتي براد موتي برا عراق بولچ دغه داوني نمو انت نفيدف ميغوري غورا فردو جولت موتي براتو عراق بولچ بشري دفيتي سيفي ملت ديغا غنق ملت استولى الرتولته اسمع دغه فدو جولت استوى بشر على العراقي اما استوان ثانيا بمعنى استولى رازت بمعنى استولى جيش فلان على قرية فلان الجزيرة ركزية في دار استولى جيفت نما دكو انجي فتة جزي برتولتات بيتك كجاب سيتي جزي غرتي رتولتات بمعنى استولى هايا شيرين تن تيسان دليل فتن ودو قرآن نجرو ودو حديث نجرو ودو غرتي سنني علماء تفسيرا جرو على وارتفع ودو جاني إسان شيري قربان نسارات جين توسريد وإسان اتلتفني تارغات تقولني قربان غرتي شائر نسارات جيجاني قد ديوان قلمي ساغي سنجر استوى بشر على العراقي بشر عراق الرتولته من غير سيف ودم مهرقي دغيفد وجولت صفه يدي ونغ صفه يدا دغيفد وجولت بالله عليك قالوا وانجا انما انا قوله قد استوى بشر على العراق معناه كان ان بشرا الامير ملكا بشر غرتي اميره ملكا عند ورفده العراق عراق واستولى إرت غرتي استولى معناه تناجا good بريدا ايدو غادا بشري غرتي موتي برارا سيغلي اما خفسه اما واتك كملتي لفسن عراق فودي كرسي سنتو قداتر منبر سلطانون تقو تاترنال يغا بالال منبر سلطانون منام الله درغ لا منام تقو تاتر هايا ياديك تقو تاتر ياديك لومبوتا تي في بوتا بك تي في ديس بك ريدو ناديس بك ورانا ديس ديسابان تقو تاترنال ايشي استولى سري استولى لا دوبا اما هايا دوبا وانجي ملك العراق واستولى عليه فيكون استواء بمعنى استيلاء بالقهر والغلبة استواء قرآن خيسالين بمعنى استيلاء بالقهر والغلبة دقيقة جلت بالقهر والغلبة قهر وغلبة انجفته استواء قرآن خيسالين معنى أكنو ماجا قهر وغلبة انت جت قرتي سيقولي قهر وغلبة أبا شكرا فسرت استواء بمعنى قهر وغلبة هاي أبو قهر وغلبة أما قدين دفتي لا لدوغا هاي قهر وغلبة كسيه وهذا تأويل ليس تأويله بهذه الصفة أبدا تأويل باطل لأمور تأويل إسان قرتي الرحمن على الأرش استوى بمعنى استولى استيلاء بالقهر والغلبة قهر قلت وغلب انجفته موهي قلت ني انجفته جاني فسر القرآن سبحان الله وي خسارة قدو أكمت تكفى جواب